السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم ستايل اند ديزاين. سنة دراسية طويلة وبلغتكم انتم معاطة جدا جدا لطلاب الشهادة السودانية، وعلى كل حال الحمد لله على السلامة إنها انتهت ومشت بخير وبشرها. إن شاء الله ربي يديكم خير ويكفيكم شرها ونشوفكم كلكم ناجحين إن شاء الله. وحتى عشان يعلنوا النتيجة كان في إشكالية كبيرة برضه أخذ الزمن كتير، وأخيرا ظهر لنا بعض بوارق الأمل اللي بتدل على إنه ممكن الزمن بتاع إعلان النتيجة يكون قرب حسب الصحف السودانية. إليكم الموجز. كشفت وزارة التربية والتعليم الاتحادية عن اكتمال كافة إجراءات تصحيح وكنترول امتحانات الشهادة السودانية، وقال المدير التنفيذي بالوزارة دكتور سامي الباغر أن الإعلان أصبح وشيكا، إلا أنه لم يتم القطع بتاريخ محدد حتى الآن. وأشار الباغر بحسب صحيفة المواكب إلى أن وزير التربية والتعليم اطلع مؤخرا على مؤشرات النتيجة ونسبة النجاح في المواد المختلفة، وأضاف الفارق بيننا وبين إعلان النتيجة لن يتعدى الأسبوعين، يعني قربت بالعربي كده. يذكر أن امتحانات الشهادة السودانية قد انطلقت في 13 من سبتمبر الماضي بعد تأجيل دام 4 أشهر، وجلس للامتحانات نحو نصف مليون طالب وطالبة بولايات السودان المختلفة. إذا كنتم من المهتمين بهذا الشأن، طلاب شهادة سودانية، أولياءهم، أخوانهم، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلكم الجديد.